من عباس يا سيدك عباس جوا. انا على قد ابو فقر زي سيدك. روح قول له الحاج زهر برا عايز اقول. سيد عباس سيد فقر زي عباس سيدك والله. سيد عباس تعال يا ابوك. عم الحاج زهر هو ولده جايين برا. هم برا واقفين برا؟ اقول لهم تعال يا اقول لهم تعال، هم داخلين من غير ما تقول. تعال يا ابو ما نبات بيتنا يا اخي. تعال لازم تعالجنا يا عباس. تعال يا يا الله. الحمد الله لله. سالم هذا نبيل يا عمك الحاج. خلاص الراجل جوا بيتك. والله العظيم ده كلام ده. ده جوا البيت يا عم الحاج. في البيت عيب. ماشي. مهما كان غلطان طالما دخل البيت يبقى له الكلام. وكل مره ما تقول كده حاجه. طب هنعمل ايه طيب يا ابو؟ اقسم بالله دي ما جوازه يا دي. بعض. ده انا كانت قالت يا عم عندي في خزانه احسن من جوازه الندامه دي. يا اخي خلاص يا عباس يا اخي ما تطول بالك يا رجل. العيال والمرة ما ينفعش. المرة يا اخويا احنا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ايوه 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 ده كلام برضه خرب. لا البنت قالت انا مش هروح. لا احنا برضه ندوس عليها شويه. ما ندوس عليها كيف؟ الواحد مرات ما لهاش غير بيت يا عباس. اللحم اللي معاها ده والعيال دي نوديها فين لحد ما يستحمل حد. انت الحماسه واخداك يوم واثنين وشهر يعدي عليك بعدين تقول يا ولاد. هتتحمل انت 5 عيال؟ يا اخوي ده على رقبتي حد هيلقح اللي ليه؟ يا اخوي ده اول كلام بس بعد كده والله ما هتقضيهم انت. والله هقول يا جاي يا ولاد. يا اخوي انت جيت لي كم مره؟ ولا 20 30 مره بس هنعمل ايه؟ جيت لي قلت لي الواد هيعمل مشروع ويبيع الذهبات بتاع مش البيت. طيب ماشي بعتوا الذهبات وما تكلمناش قلنا ده حقهم. ايه يعني مش مهم دي تقف مع جوزها. يا تجرب تبيع الهدومات بتوعها يا اخي خلاص يا اخي هنعمل ايه؟ الدنيا كلها كده وكلهم يعمل مشاكل يا والله العظيم ده ما يا اخي انت راجل كبير يا عباس المفروض توعيها تقول لها يا بنت تحمل جوزك على الحلوه والوحشه. يعني الحمل يعني انا بنت برضه انت مطلعها طب غلطانه. ماشي مش كده يا اخي. خلاص طلاق دي ما جوازه يا زي بعض. انا عارف كنتوا لنا فين السنه دي يا عم مش هيزعلها تاني يا حاج عباس. مره ما يقولش ايه. لا ان شاء الله مش هنجي لك تاني. دي معاها 5 عيال مش صغير ده عندها 40 سنه يا عم. طب زي بعض عشان خاطر العيال يا اخي. يا اخويا احنا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. البنت قالت انا مش هروح واحسن. يا اخي ابوس يا اخي والله ما يخدم الشغلانه دي. انا لولا العشر الملح بتاعك انت ده انا كنت طلقتها من تاني مره سالت فيها. ليه هي انا بنت وحشه مع بعض يا اخي كيو مع بعض كي من زمان يعني احنا مش نسب اللي بينا يعني. ما هي المشكله انك عك كل حاجه. فاهمني طبعا اعمل له ايه طيب هو دلوقتي لما رحت جبت لها انبوبتين انا في الجهاز بتاعها مش جايب لها 2 انا حصل باع منهم واحده. اتزنق يا ماشي يعني بيع الذهبات وبيع الحياه اللي انا جايبها. طب اتزنق يا اخي هنعمل ما ايه؟ اتكلمناش في كيه بس احنا اللي ما نحكي فيه حظه وحش. اللي يا عم حظه مايل. انا مش بتكلم. المشروع اللي فتحته يا اخي خسر معايا يا عم الحاج. والله العظيم انا محتبرك جاهل والله العظيم مشروع بس يكتب فيها في الشارع ويبهدلها ويشتمها ويقول لها يا بنت الكلب. انا ما جربتهاش. انا جعان. لا انا جعان يا اخي يا اخي انا كان نايم وجاي طفشان. والله العظيم ما انت عباس ما انت عباس برضه خلي بالك لو طفشان كو بتاع هتقول اللي هتقوله ده ما يا زين ما تقول ايه برضه يا زين. خلاص يا اخي والله العظيم ما هتروح. حقك عليا ايه مش هتروح زي بعض. واصل اقول لهم اعملوا شيء ياخدوا واجبهم والبيت بيتك وخد براحتك. انا بنتي انا مش هروحها. يا ويلي اعمل شاي قول اعمل شاي. يا عم هنروح العيال. هنروح لا يا اخوي العيال. والله ما ينفع اصلا. دي مش جوازه دي. يا ابوي العيال يا ابوي. انا العيال على رقبتي لو معاه 10 انا هغلب في توكيلهم هناك. انا بكسب حلو الحمد لله شغال وفلوس كتيره. يا عباس خلص يا راجل يلا هات لنا المره وخلينا ناخدها ونروح. يا اخي انا على التلج ما هنشرب شاي. احنا جايين نقدر مصلحه ما جايين نقدر نشرب شاي يا اخي. روح يلا ندم عليهم يلا. انا اشرب الشاي في البيت مع ام محمد. قلت لها كتير ام محمد ما رضيتش. طب يعني ايه طيب احنا خلص هنجيب ام محمد وناخدها ونروح ولا نروح احنا؟ يا اخويا ما الشغلانه بتاعتكم دي. اسمعني بس يا عباس. عليا الطلاق لو ما جت معانا ام محمد لا خلاص زي ما انت قلت في اول القعده زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. اوعى تفكر ان انا مش معايا فلوس عليا الطلاق ها. يا اخي عارف ما تطلعش. طب انت على الطلاق هجوزك من ثاني يوم. ما انا مره اقول لك العيال يا اخي بس انا حياك خلاص يا اخي ما قلنا كله ما يتعارك يا اخي الله. ما كله يتعارك والبيت كلها فيها وش يا اخي. طب انت اقول ما تحلفش لا انا مش هقعد هتندمني عليها يا عم على الطلاق لا تقعد. انا هقول لها هات انا خلاص انا ما اقدرش اكسر كلامك واصل اقعد بس. اقول لها هات انا وشطونا يا اخي. ده مش عيشه دي. يا اخي طول بالك. يا اخي طول بالك ده احنا جينا للناس يجي 30 مره.
يا اخي انت كل شويه تانية تضرب فيها يا اخي. ما ضربتهاش هي يا عمو يا زاهر يا زاهر ايوه يا عم الحاج عباس. بص اه انا المره دي انا هروح عشان انت حلفت بالطلاق انت ده واحنا مش عايزين الخراب دي معاها 5 عيال. يا عم ماشي ماشي انا انقفلت معايا هرجع لكم العيال وهاخد بنتي. يا انا ابوي مش عندي ولا- 5 عيال زي بعض. بس كان انت حلفت بالطلاق وانا ضغطت عليها جوا قالت انا مش هروح واصل يبقى هتروح معاك الضربه. أنا بس مش الجد هزعلها تاني يا عم الجد عباس. تاني يا ابويا انا تعال انا نخلصها. نزلت تاني ان شاء الله مش هتيجي لك تاني واصل. ايوه قول له وجاب محمد ما المرة. يخلص وشبتها وعيالها ولابيها قول له خلص. عادل نسيت. يلا يا عم ماشي خلاص. خلاص قوم يا يا اخي نبيل مش كل شويه الثانيه نروح ونيجي مش نروح زعلان ونيجي ما عليك تاني يا عملناش حاج من واحد. عباس. فضحتونا وجرستونا في الشارع كل شويه مين نبيل ومرته مين نبيل ومرته. الشغلانه دي والله. عيب لا مش هضربها. عيب يا اخي. مش هضربها في جيب الشارع جيب تاني. جيب غلط. خلاص انا مش لازم اقول لك الكلمتين ده لو قدام ابوها واقول لك ده عشان خاطر لما قعد معانا. انا ما وقفتش معاكم في حاجه والله. انت ودي ما بنت قصرتش ناس. يا عم عباس. انت ما قصرتش والله. لما تلبس ايوه. خليها يا عم تجيب الهدومات وتجيب العيال عشان نجيب لهم توك توك ولا حاجه توديهم. يا عم ما يهمكش. لو كان بعيد لا انا اتصل يا انا عم بالواد. انت تمشي مع جوز السلقطه على راس بعض. يا عم لا، انا لا. عايزه ترتاح والله لا، مش عايز أنا عارف. اصرفك عليهم. عارف هو انا مش هزعلها تاني. يا هو اما يشرب حاجه يا اخي هو الولد. يا اخي لا يا اخي حشتنا بتاع حاجه انت برضه. امال ايه الحكايه يا يا اخي اخي؟ ده بطلان واحده يشرب يا اخي انا حشتنا. وش شربه برضه يا عم عباس. هو معاكنا المتعب. مش عارف. زي بعض ربنا يصلح حالهم. قوم يا ابويا خد امارتك ابويا تلاقيها مستنيك. يلا. ماشي يا عم عباس. يلا سلام. يلا. لا اقعد معايا شويه انت. يا اخي انا هياخد مرض وانت هنجي لك تاني. والله العظيم لا توقع. ده انت طيب حبيبي. روح. عايز حاجه يا ابويا؟ لا روح انت خد الجماعه وتوكل على الله. ماشي. حاول تهديه شويه. والله يا ابويا عباس اما اقول له انا كده سيبك انا انت مش عارف المعقوليه انت الواد كل ده حاجه. والله والبنت غلبانه ومسكينه والله يا عباس اما تقوم من الساعه 6 والله العظيم مش عشان بيت لا ما انا عارف والله. انا عارف بنات انا اللي مربيهم. تكنس تحت البهايم والله. وتحلب وتخض وكل حاجه تعملها. انت عارف بسم الله ما شاء الله عندنا شويه عيشه شفوان ربنا يديها الصحة. طيور مليانه اللهم صل على النبي. انا بقول لك على حاجة. آه. البنات كلها شوف فيها تلاقيها كعب رجلها حلو دي كعب رجلها مشقق من السبب بتاعكم. حبيبي ماشي ما هو مظلومة معاكم في البيت برضه. حبيبي يبقى تشيلوها على راسك. شقيانه آه. هو الواد ابن كلب وسر فحطوها في الكشك السنة اللي فاتت دي. حاصل. انت فين؟ عارف انت عارف عملنا قد ايه كشك ما اكيد قالت لكم. قالت لنا بس والله وانا عارف احنا عندنا عيال كتير ده هي معاها 5 والواد الثاني ربنا اديك يصلح شايف حالك، يعني ربنا يصلح الباب حالك. بسم الله ما شاء الله اهم حاجة يا اخي عايز فدان وجار. ان شاء الله هنشوفهم لك ماشي. ان شاء الله. وربنا هي يخلصك. هتفضل يا سامي هاخد الشام. ان شاء الله. هاخد الشام ونصفر الحلوة ولا لوبيا. قدام زرعه حلوه قوي ارض صفرا والله والله ارض صفرا طب ما كده. دي ناخدهم مع بعض يا حاج ويبقى نسب وشركة مع بعضنا ونخبط انا وانت. والله العظيم انا بحب انا وانت يا حاج. مش كفايه الناس بينك عن شركه تاني. ما انا عندي زراعه كثيره يا والله والله خلاص اخدهم الواد نبيل مغلبنا وزقنا امه انت نبيل مش شايف نبيل ما يطلع مشرب شيب يا اخي مش بيقولوا عليه ده. عليه هو هيكونوا مشرب حبيبي واقعد تطير. والله انا مش عارف اصل دماغه مش طب انت تسال عليها وتلف على ما تدوش فلوس. انا عارف معاك فلوس كتيره وانت بس انا هعمل ليه؟ طب ما اقدرش اعوش عنه. طيب لا ما اقدرش يا اخوي. بص عليه وشوفه. نشوف يا عم يكون مصاحب شويه شوف. عيال ولا كده ده عامل حاجه. الواد فاجر كده الواد خس كده وما كانش لا هو كده. خاس ما اقول له يقول لي ده سهر يا ابويا امشي من اما ياكل طعم ما ياكل. قليل جو. لا يعني كيس شابو شابو ده ما قال لك اللي مشرب شابو مش ما ياكل. يا ده بوقع صوت ده البتاع ده فاجر ده بقول لك لما قعد 3 ايام كان نار معاه 3 ايام والله العظيم يقول لك زي درس الملح قد العين توب كل مكون هذا ما يلعبش كتير. بس نقوله حلو. حلو يا ابو ده يموت واصل والله والله ما اعرفش يا اخو. لا انت بس انت تبص عليك لا ده انا اشوفه وربنا يصلح الحال. اشوف الواد يكون مزبرك ولا كيف بقول لك بابا صلاه العشاء. ها صلاه العشاء. لا نقوم نصلي. لا نقوم نصلي. يلا يا عم نصلي العشاء مع بعض. يلا. ربنا يصلح الحال يا رب واصلح حالهم يا رب كلهم اللهم يا امين رب. يا رب اللهم ربنا امين يصلح حالهم يا رب ويسترها عليهم. يا جماعة احنا عاملين الفيديو ده مع بعضينا عشان نوجه رسالة. والرسالة دي الواحد ما يزعلش مرته ولازم أن يتحملها يعني هو تبقى شوية كده وشوية كده هي شوية نكدية هو شوية نكدي يشيلوا بعضيهم. بلاش يعني ان انت تزعل ترمى على بيت ابوها لا تزعل تقعد في شقتها شوية فوق تروح تنزل تحت عادي يعني مش لازم ترمى على بيت ابوها مش مستاهلة.
ويا ريت يعني ابوها برضه يعني ياخد العمليه ببساطه، مش ان انا هطلق واطلق. انت هتطلق انت مش هتستحملها. يعني يعني البيوت مش حلو. خراب البيوت مش حلو. انت هتستحملها يوم 2 سنه كتير جنيه، بس مش هتستحمل عيالها. ويا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم.